السلام عليكم جميعا أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة وأسبوع جديد من اليو اس بوكس أوفيس. وفي حلقة النهاردة هقدم لحضراتكم ترتيب أفضل 10 أفلام حققت إيرادات في السينمات الأمريكية والعالمية، وبالتحديد في آخر أسبوع من شهر ديسمبر ومن سنة 2024. وهوضح لكم كمان ميزانية وأرباح وتقييم كل فيلم. فمن غير ما أطول عليكم يلا بينا نبدأ. وهنبدأ قائمتنا بالمركز العاشر بفيلم السيرة الذاتية الجديد The Fire Inside، والفيلم من نوعية أفلام السيرة الذاتية والدراما والرياضة، وحصل على تقييمات 6.9 على موقع IMDb بإجمالي تصويت 678 صوت، وحصل على 95% من تقييم الجمهور وعلى 94% من تقييم النقاد. ووصلت ميزانية إنتاج الفيلم ل 12 مليون دولار، والفيلم قدر يحقق إجمالي إيرادات عالميا في أول أسبوع عرض ليه 4 مليون و331 ألف دولار. I want you to take that fire inside of you and turn it into something good. Hey, yo, you represent out there. So how we do it in Flint. وفي المركز التاسع جه فيلم الأكشن هوم ستيد، والفيلم من نوعية أفلام الأكشن والدراما والإثارة، وحصل على تقييمات 5.4 على موقع IMDb بإجمالي تصويت 1000 صوت، وحصل على 77% من تقييم الجمهور وعلى 38% من تقييم النقاد. والفيلم قدر يحقق إجمالي إيرادات عالميا في أسبوعين عرض 12 مليون و897 ألف دولار. Do you think that you're above the law? Do you think that the rules aren't for you? Is this an ark or is this a fortress? أما المركز الثامن فجه فيلم الأكشن جلاديتور 2، والفيلم من نوعية أفلام الأكشن والمغامرة والدراما، وحصل على تقييمات 6.7 على موقع IMDb بإجمالي تصويت 134 ألف صوت، وحصل على 84% من تقييم الجمهور وعلى 71% من تقييم النقاد. ووصلت ميزانية إنتاج الفيلم ل 250 مليون دولار، والفيلم قدر يحقق إجمالي إيرادات عالميا في 6 أسابيع عرض 435 مليون و200 ألف دولار. Empires fall, so do emperors. This is war! Real war! وفي المركز السابع جه فيلم الجريمة الجديد بيبي جيرل، والفيلم من نوعية أفلام الجريمة والدراما والغموض والإثارة، وحصل على تقييمات 6.5 على موقع IMDb بإجمالي تصويت 3700 صوت، وحصل على 54% من تقييم الجمهور وعلى 77% من تقييم النقاد. ووصلت ميزانية إنتاج الفيلم ل 20 مليون دولار، والفيلم قدر يحقق إجمالي إيرادات عالميا في أول أسبوع عرض ليه 7 مليون و240 ألف دولار. Oh, hey, you forgot your laptop at the office. Mom, can Mary sleep over? أما المركز السادس فجه فيلم السيرة الذاتية الجديد A Complete Unknown، والفيلم من نوعية أفلام السيرة الذاتية والدراما والموسيقى، وحصل على تقييمات 7.9 على موقع IMDb بإجمالي تصويت 4300 صوت، وحصل على 96% من تقييم الجمهور وعلى 78% من تقييم النقاد. ووصلت ميزانية إنتاج الفيلم ل 70 مليون دولار، والفيلم قدر يحقق إجمالي إيرادات عالميا في أول أسبوع عرض ليه 23 مليون و174 ألف دولار. I'm not sure they want to hear what I want to play, Johnny. I want to hear it. How does it feel? وفي المركز الخامس جه فيلم الأنيميشن موانا 2، والفيلم من نوعية أفلام المغامرة والأنيميشن والكوميديا والفانتازيا، وحصل على تقييمات 6.9 على موقع IMDb بإجمالي تصويت 49 ألف صوت، وحصل على 87% من تقييم الجمهور وعلى 65% من تقييم النقاد. ووصلت ميزانية إنتاج الفيلم ل 150 مليون دولار، والفيلم قدر يحقق إجمالي إيرادات عالميا في 5 أسابيع عرض 882 مليون و505 ألف دولار. You guys, we got this. Bring it on, Coco.
وفي المركز الرابع جه فيلم الفانتازيا ويكد، والفيلم من نوعية أفلام الفانتازيا والموسيقى والرومانسية، وحصل على تقييمات 8 من 10 على موقع IMDb بإجمالي تصويت 77,000 صوت، وحصل على 97% من تقييم الجمهور وعلى 90% من تقييم النقاد. وصلت ميزانية إنتاج الفيلم ل 150 مليون دولار، والفيلم قدر يحقق إجمالي إيرادات عالميا في 6 أسابيع عرض 634 مليون و378 ألف دولار. Don't be afraid. It's the wizard who should be afraid of me. The wizard that there is. أما المركز الثالث فجه فيلم الرعب الجديد نوسفيراتو، والفيلم من نوعية أفلام الفانتازيا والرعب والغموض، وحصل على تقييمات 7.8 من 10 على موقع IMDb بإجمالي تصويت 14,000 صوت، وحصل على 75% من تقييم الجمهور وعلى 86% من تقييم النقاد. ووصلت ميزانية إنتاج الفيلم ل 50 مليون دولار، والفيلم قدر يحقق إجمالي إيرادات عالميا في أول أسبوع عرض ليه 43 مليون و327 ألف دولار. وفي المركز الثاني جه فيلم الأنيميشن موفاسا ذا لايون كينج، واللي جاي بتصنيف أنيميشن مغامرة دراما وفانتازيا، والفيلم حصل على تقييمات 6.8 من 10 على موقع IMDb بإجمالي تصويت 15,000 صوت، وحصل على 89% من تقييم الجمهور وعلى 56% من تقييم النقاد. ووصلت ميزانية إنتاج الفيلم ل 200 مليون دولار، والفيلم قدر يحقق إجمالي إيرادات عالميا في أسبوعين عرض 327 مليون و983 ألف دولار. We're alive! I did it! I saved us! You were saying? أما في المركز الأول والفيلم اللي مازال متصدر شباك التذاكر الأمريكي للأسبوع الثاني ليه فيلم الأكشن سونيك ذا هيدجهوج 3، واللي جاي بتصنيف أكشن مغامرة فانتازيا وخيال علمي، والفيلم حصل على تقييمات 7.4 من 10 على موقع IMDb بإجمالي تصويت 12,000 صوت، وحصل على 96% من تقييم الجمهور وعلى 88% من تقييم النقاد. وصلت ميزانية إنتاج الفيلم ل 122 مليون دولار، والفيلم قدر يحقق إجمالي إيرادات عالميا في أسبوعين عرض 211 مليون و552 ألف دولار. Life's all about the choices we make. Remember to listen to your heart. You're gonna make the right choice when it matters the most. One head out to another. Who does your highlights? The more you talk, the harder I want to hit you. وبكده خلص حلقتنا عن آخر أخبار أفلام البوكس أوفيس، فبتمنى تكون الحلقة عجبتكم، ومستني دعمكم ليا باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، واشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد.